السلام عليكم. دلوقتي النادي الأهلي بيحاول يتعاقد مع مين في حراسة المرمى؟ هو ده محمد عواد. محمد عواد بنسبة 55% في النادي الأهلي. هتقول لي نسبة 55%، هقول لك دي كانت قريبة من نتيجة الثانوية العامة بتاعتي. تمام. الأهلي بقى مش يسكت وياخد لاعب بس من الزمالك، لا، قال لك والله ما هيحصل يا جدعان، والله ما هيحصل. ده أنا هجيب لاعب ومدرب حراسه عشان نبقى مع بعضينا كده، ايه، يعني ايه، مع بعضينا في الفرقة، ونعمل فرقة حلوة كده وننافس في كأس العالم. اصل انا مش هودي الواد الشناوي وبتاع ده ومصطفى شوبير. ده اللي بقى الاهلي عاوز ياخد محمد عواد، لان احمد سليمان شركة فودافون اديت له فليكسات زيادة. قالت لي يا كابتن احمد سليمان خد الفليكسات دي. كابتن احمد سليمان قال لك بس يلا انا اروح مكتب حسين لبيب في الزمالك هناك، وهياخد منه العقود اللي موجوده في الادراج اللي قال لك عليها. تمام. وهجيب الارقام بتاعت اللعيبه وهكلمهم واحد واحد، اللي يرد يرد واللي حافظ الرقم هيقفل في وش السكه. بس انا مهم الميكسات تخلص النهارده. فاللي رد عليه مين؟ اللي هو مخلوف، اللي اسمه لا حمزه علاء، لا حمزه علاء. حمزه علاء اللي هو الحارس التالت في الاهلي وحارس منتخب الاولمبي. ما شاء الله الاهلي عنده حراس. ومش اليانكون ده حاجه، اللهم صل على النبي، لو الزمالك جاب الراجل ده يا جدعان هيبقى عاملين احلى شغل. بس ده مستحيل، لان دلوقتي ان الراجل ده بقى اهلاوي وبنته بقت اهلاويه والناس سكنوا في الجزيره وعاملين شغل ابن لذينه هناك. آه النادي الاهلي بقى حب يعمل ايه؟ حب يصطاد في الميه العكره اللي بتحصل في الزمالك دلوقتي، وهياخد محمد عواد وهياخد زيزو هما الاتنين. يوم الزمالك ردد انه هياخد حمزة علاء زي ما قلنا، وهياخد كمان يوسف ايمن. الراجل ده اهلاوي اصلا مبدئيا. الراجل ده يعني راجل اهلاوي، ابوه اهلاوي، ابوه قال لك هو اهلاوي، والعيله كلها متنيله اهلاويه، واللي هيخبط دماغه هيخبط في الارض وكل حاجه. فدي كانت يعني نبذه بسيطه على اللي بيحصل. نخش نشوف مين بقى مدرب الزمالك القادم. اموت واعرف الراجل اللي بيختار الصفقات في الزمالك وبيختار المدربين. يا عمنا، ليه حضرتك ما بتفكرش بره الصندوق؟ ليه لازم نرجع لشريطنا الاسم التاني؟ ليه ممكن نتعاقد مع باتشيكو؟ ليه ممكن نتعاقد مع جروس؟ ليه ممكن نتعاقد مع فيريرا اصلا؟ ليه نتعاقد مع روي اجواش؟ اما روي اجواش ده مدرب ملوش، لا مدرب ملوش مساعد، ملوش مدرب حراس، ملوش احمال، ملوش اي حد. فانت عايز تيجي مدرب، هات لك واحد زي فيتوريا. راجل فيتوريا ده بيجي لك بالطقم بتاعه، هو طقم عامل زي طقم المنامين ولا المنالين ومش عارف اسمه ايه. فالراجل ده بيجي لك بالطقم بتاعه. حضرتك انت تعامل بقى. خلاص، ده انت الراجل قدامك فاتح لك فرصه وعندك ميكال. الراجل ده ميكال ده حلو 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 حلو، هاته. ما مش وحش، مش وحش ان انت تجيب واحد زي ميكالي يعمل لك اداء حلو ويوريك كرة حلو. بس ما تلعبوش قدام فرق مغربية بيخسر منها، بيشب الستة. يعني قدام الفرق المغربية بيشب الستة، ودي حاجة معروفة على فيتوريا من زمان، من أيام ما كان بيدرب البرازيل. فهنشوف الزمالك هيستقر على مين. إن إحنا داخلين على أيام سودا ومعاطف الزملكاوي زفت. أنا عارفه من أيام مرتضى منصور وفترة تغيير المدربين دي كويس. هيجيب محمد صلاح وبعد كده هيجيب طارق يحيى وبعد كده هيبدل بينهم هما الاتنين لحد ما يجيب ميدو. ميدو هيخسر. تمام. راح جايب مدرب أجنبي يخسر، راح مبدل برضه. أنا عارف إن منعاطف الزملكاوي ده كويس. السلام عليكم.